تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي وشي ثمين وغالي يا رسول الله يا رسول طيفك داعم خيالي مزيون سيد الرجال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أحمد القيسي من مدونة العالم التقني. يا هلا مرحبا فيكم إخواني. طبعا اليوم بنتكلم عن حل مشكلة كثير من الأشخاص طبعا اشتكوا من هذه المشكلة، اللي هي أنه اليو اس بي أول شيء مخفية، تمام، ما تظهر على الماي كمبيوتر، وأنه الفلاشة ما تتعرف على الكمبيوتر، تمام. فاليوم إن شاء الله بنشمل في هذا الدرس عن حل هذه المشكلة. في البداية طبعا يعني راح أقدم أكثر من حل، تقريبا هما راح يكونوا 4 إلى 5 حلول، تمام. فإذا نجحت بأي طريقة من الطرق لا تستكمل بقية الدرس، تمام، لا تستكمله على أساس أنه خلاص انحلت مشكلتك. الطريقة الأولى أو الحل الأول هو راح يكون كلامي، تمام. أنا راح أتكلم كلام، لكن أنت راح تطبقه على حاسوبك. راح تفصل كل الأسلاك الموصولة في اللي هو اللابتوب، أنا أتكلم فقط عن اللابتوب، الديسكتوب ما له علاقة. ونفصل الجهاز أو نطفي الجهاز، تمام، ونسكر اللابتوب ونفصل البطارية من الجهاز لمدة 5 إلى 10 دقائق. بعد طبعا إزالة البطارية بعد ال5 دقائق إلى 10 دقائق نرجع البطارية ونشغل الحاسوب مرة أخرى، وراح تكون اتعرفت أو ظهرت. هذه الطريقة طبعا تكون إلى من 40 إلى 50% ناجحة، تمام، يعني مو هالنجاح الكبير جدا. الطريقة الثانية اللي أنا راح أتكلم عنها في البداية، طبعا نتوجه إلى ماي كمبيوتر، رايت كليك على هذا على الماي كمبيوتر، بعد هذا نختار اللي هو مانج، تمام. تطلع لي هذه الشاشة. في البداية طبعا نتوجه إلى ديفايس مانج، تمام، تعريفات الحاسوب، تمام، ونروح على اللي هو خيار هذا الخيار، تمام. أو بما انه او اذا كانت الفلاشة عندك مخفية نتوجه الى فيو، تمام، شاو هيدن ديفايس، تمام. الان طلع لي جميع الديفايس المخفية، تمام، الموجودة في الحاسوب. طبعا نتوجه الى اللي هو سترونج فاليوم، تمام، اللي هو هذا الخيار، ونختار اذا كان عندي اللي هو علامة تعجب صفراء على اي قرص من هذه الاقراص او هذه المحركات، رايت كليك عليه ونختار اللي هو ينستول، تمام، انه ازالة الديفايس، تمام، نزيله من الحاسوب. هذه الحل، هذا كمان حل. وحل اخر راح يكون عن طريق اللي هو اليو اس بي، نختار اللي هو مكان اليو اس بي الموجودة في الحاسوب، تمام، اللي هو راح يكون عن هذا الخيار، تمام. وفي هذا المكان كمان انه لو كان عندي اشارة تعجب على اي مفتاح من المفاتيح، تمام، او اسم الفلاشة على سبيل المثال، كان عندك اللي هو سامسونج، بلاك بيري، اي خيار من هذه الخيارات، نختار رايت كليك عليه ونعمل انستول، تمام، اللي هو ازالة، ونختار اوكي، تمام. اذا هذه هي بعض الخطوات اللي انت لابد انك تتبعها. طبعا لو المشكلة ما انحلت معك، تمام، لو المشكلة ما انحلت معك في هذه الخطوات، تمام، نتوجه إلى خيار آخر. الخيار الآخر راح يكون عن طريق نفس الماي كمبيوتر، رايت كليك مانج، نعود إلى المكان اللي كنا عليه، تمام، ونختار اللي هو الديفايس أو عفوا ديسك مانجمنت، تمام. الآن راح يطلع لي اللي هو اسم الفلاشة في هذا المكان، تمام، اللي هو اسم الفلاشة في هذا المكان من خلال اللي هو سعة الفلاشة 14 جيجا مثل اللي عندي أنا 16 جيجا تقريبا، لكن بيعطيني اللي هو 14. باختصار أعطاني ديسك 2، تمام، مثل ما أنا شايف، تمام، أعطاني اللي هو الفلاشة، أعطاني اللي هو الفلاشة الموجودة معي على الحاسوب. رايت كليك على هذه الفلاشة ونغير اسم الفلاشة، تمام، من خلال رايت كليك على الملف هذا ونختار change device letter and batch، تمام، ونختار اللي هو change، ونغير الحرف الموجود معنا بشرط انه ما يكون مستخدم في البارتيشنات الموجودة عندك على الحاسوب، اللي هو C او D او E او H، نتجنبهم، نختار على سبيل المثال A، تمام، نختار اوكي ونختار يس. مثل ما نشوف انه غير اللي هو A، صارت عندي من K الى A، تمام. طيب هذه خطوة من الخطوات، تمام. طبعا الفلاشة موجودة، تمام.
الخطوة اللي بعدها طبعا راح تكون عن طريق ملفات الريجستري، هي هذه آخر خطوة، ملفات الريجستري. تمام، كيف توصل الملفات الريجستري؟ نضغط على اللي هو شعار الويندوز مع حرف الآر، تمام، ونكتب اللي هو edit أو edit، تمام، نضغط اوكي او يس. تمام، بعد هذا طبعا نتوجه الى، عفوا خليني بس اغلق الملفات اللي كانت مفتوحة. نتوجه الى لوكال ماشين، بعد هذا نتوجه الى سيستم، بعد سيستم نتوجه الى هذا الخيار. تمام، بعد هذا نتوجه الى سيرفيس. تمام، بعد هذا ندور على ملف اسمه USB ستور. تمام، USB ستور، هذا هو اليو اس بي ستور. تمام، نتوجه الى ستارت، بعد هذا نغير القيمة هذه الى رقم 3. لو كانت عندك هذه القيمة 2 أو 1 أو 2 أو 4 أو 5 أو 6 أو إلى آخره، وما كانت أي رقم ثاني، نحط الرقم 3. يعني باختصار شديد هذا المربع لابد أن يكون فيه رقم 3. تمام، ونضغط أوكي. تمام، إذا نخلي هذا الخيار رقم 3 ونطلع من هذه الشاشة. طبعا نعمل ستارت للحاسوب. أتمنى أنه هذه الخطوات اللي قدمتها اليوم تكون أحد هذه الخطوات ضبطت معاك وانحلت مشكلتك، أتمنى من الله عز وجل. طبعا أتمنى أنه الدرس يكون يوم فادكم وما طولت عليكم في الشرح، وقدم لكم الفكرة والحل لهذه المشكلة. طبعا لا تنسى الاشتراك في القناة وتقييم الموضوع من خلال الضغط على لايك للفيديو وتقييم الموضوع على المدونة أو على اليوتيوب. كنت معكم أنا أحمد القيسي من مدونة العالم التقني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في دروس قادمة بإذن الله تعالى.